الإيرانيين اعتدوا عليها لفظيا، بل الأتعس من هذا أنهم قاموا بانتزاع حجابها وسحلها. تخيلوا أن موظفة نجفية تنسحل من قبل إيرانيين. وين؟ مو بإيران، مو بطهران، مو بمشهد، ولا بمنطقة خارج، لا، في النجف الأشرف. مسافرين اثنين جايين المطار النجف، الشركة اللي تنقلهم هي شركة آتا الإيرانية، يردون يصورون مساحة الطيران، فموظفة موجودة عندها تعليمات من قبل سلطة الطيران المدني بمنع التصوير. أنا رجال صحفي ما أقدر أصور بساحة الطيران. بامرأة نجفية محترمة محتشمة محجبة ينزعون حجابها بداخل مطار النجف. فموظفين اندفعوا اتجاه زميلتهم ودافعوا عنها واشتبكوا مع المسافرين، يردون يقدمون عليهم بلاغ، وهو حق شرعي وقانوني، ويعني ماكو واحد يقول لا. تروح للمحكمة، تروح للشرطة، وهم يقررون من المصوت الكاميرات. سيد مدير المطار المحترم قام بمسح الفيديوهات اولا، وثانيا امر باطلاق سراح الايرانيين، ومن ثم اصطحبهم الى الطائره وسفرهم بآتا، وترك الامراه المعتدى عليها والموظفين المعتدى عليهم ايضا. كان الاولى بك ان تدافع عن هذه الموظفه، ما تروح تجامل لانه هذولاك ايرانيين تخاف من عندهم. يجب أن يعني يفتح السيد رئيس الوزراء تحقيق بهذا الموضوع، وأن يتدخل السيد المحافظ ووجهاء النجف وشيوخ العشائر. هذا التصرف غير مقبول، أن يجامل مدير المطار القادم من بغداد على حساب نساء النجف وموظفي النجف ومطار النجف، أشخاص متنفذين في إيران.